في الفيديو ده هقول لك ازاي ان انا قدرت باستخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي ان انا اصمم برنامج كمبيوتر لنظام ويندوز. زي ما انت سمعت كده، قدرت ان انا اصمم برنامج كمبيوتر لنظام ويندوز باستخدام الاي اي بدون ما يكون عندي اي خبره برمجيه. وفي الفيديو ده انا جاي اقول لك انا عملت كده ازاي وانت كمان ازاي تقدر تعمل ده. بس قبل ما نخش في الموضوع، لو اول مره تشوف قناتي اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو لانه بيساعد، واشترك في في القناه يا شباب، عايزين نوصل بقى ل 100,000. بجانب برضه اسيب لكم رابط الجروب بتاعنا على تليجرام تحت في الوصف لو انت حبيت تنضم، وكمان برضو رابط حسابي الشخصي على الفيسبوك لو انت برضو حبيت تنضم، ويساعدني جدا انضمامك يعني. ونروح بقى دلوقتي للشرح. بس خليني اكون صريح معاك في البدايه، انت مش هتقدر تعمل برنامج في خيالك زي مثلا ادوبي بريمير. يعني مش منطقي ان انت تروح مثلا يعني للاي اي وتقول له اعمل لي برنامج مونتاج زي ادوبي بريمير او ادوبي بريمير 2. مش منطقي يعني. لا، احنا نعمل برامج بسيطه جدا، برامج بتقدم وظيفه او وظيفتين محددين بس لمجرد التجربه واعرفك ازاي الطريقه. انا طبعا مش هروح برضو للاي اي واقول له اكتب لي اكواد وانسخها واحطها عندي على البرامج وكلام. لا، انا هخلي البرنامج نفسه هو يعمل لي كل ده، لان طبعا في برامج اسمها وكيل او ايجنتس. ايه برامج الوكيل او الايجنسي؟ باختصار شديد زي ما انت شايف عندي مثلا برنامج اسمه تري. البرنامج ده باختصار شديد مجموعه ادوات ذكاء اصطناعي موجوده بداخله، زي مثلا شات جي بي تي، جيميناي، غيره من ادوات الاي اي الاخرى موجودين بداخله. اقدر استخدم اي نموذج وهو عنده القدره انه ينشئ ملفات عندي على جهاز الكمبيوتر، فبالتالي هيكون سهل عليا اني انا اطلب منه الشيء وهو ينشئ الملفات ويبني التطبيق داخل هذه الملفات بدون ما انا حتى افكر مرتين انسخ كود واضيف كود. لا، هو بيعمل كل شيء اوتوماتيك. نفس الفكره، كلهم نفس الشيء. دي برامج عباره عن وكيل ذكاء اصطناعي، فاحنا نستخدم حاجه منهم. طبعا انت عندك اكتر من برنامج زي ما انت شايف. عندك مثلا تري، ده برنامج كويس جدا، او تري ده برنامج كويس جدا وبيضم بداخله مجموعه من ادوات الذكاء الاصطناعي. نفس الفكره برضو كورسر، ده برضو يعتبر برنامج قوي جدا ويعتبر من اشهر المواقع في هذا المجال. يعني بص، خليني اقول لك ان اغلب المحترفين واغلب الشركات الكبيره بيستخدموا هذا البرنامج، لان بالفعل عنده القدره ان هو يتحكم في مشاريع كبيره. تمام، يعني مثلا ممكن تقدر تديله مشاريع كبيره وتدخله او يعني تخليه يكون لي اكسس في المشاريع دي وتعدل على هذه المشاريع من خلال الذكاء الاصطناعي بكل سهوله. حقيقي برنامج قوي جدا، يعتبر هو الافضل في كل دول واشهرهم على الاطلاق. عندك برضو اللي هو وين سيرف، برضو نفس الشيء ونفس الفكره. وعندك بالفعل في برامج كتيره جدا او شركات كتيره جدا بيستخدموه، منهم موقع ميركادو ليفري، طبعا ده موقع مشهور جدا في الامريكتين. وعندك برضو هنا ديل نفس الفكره، وغيره من الشركات الاخرى الكبيره تمام بيستخدموه برضو للاكواد. وعندك برضو هنا زد، وعندك اللي هو كودكس. بس كل دول بداخلهم مجموعه ادوات ذكاء اصطناعي. كودكس الوحيد من شركه اوبن اي اي اللي هو فقط بستخدم فيه شات جي بي تي، ما بستخدمش اي حاجه تانية. يعني هو الوحيد اللي بستخدم فيه فقط شات جي بي تي. تمام، انما يعني ما اقدرش من خلاله استخدم اي نموذج اخر، انما كل دول اقدر استخدم فيهم اي نموذج انا عايزه، منهم شات جي بي تي برضه. نروح بقى دلوقتي للشرح. انا هستخدم عندي الاثنين دول، يعني كون ان انا بالفعل البرنامج ده مثبته وكون بالفعل برضه كودكس البرنامج مثبته، فانا مثبت الاثنين. طيب، والاثنين نفس الفكره على فكره او نفس الوظيفه. هروح هنا عندي افتراضا يا سيدي، اول حاجه عندي على كودكس افتراضا هكتب عندي كودكس. طبعا بعد ما تحمله وتثبته من الموقع بالطريقه الرسميه زي ما انت شايف، تنزيل ويندوز لو يعني ان انت تنزله على نظام ويندوز وتحمله عندك عادي. تمام، موجود عندك على مايكروسوفت ستور. بعد كده طبعا زي ما انت شايف ده بالفعل المشاريع اللي انا عملتها قبل كده عليه. هاجي هنا عندي على سلسله رسائل جديده. تمام، اجي هنا عندي على نيو اد نيو بروجكت افتراضا، وهعمل هنا سيدي افتراضا نيو فولدر واسميه مثلا 888. ده هيكون اسم المشروع بتاعي. طبعا تقدر تسميه اي حاجه انت عايزها. بعد كده ادوس هنا عندي على سيلكت فولدر على اساس ان انا احدد ان انا هبني المشروع بتاعي على هذا الفولدر. فهمت الفكره؟ نيجي بقى دلوقتي للحاجه اللي وراها. طبعا زي ما انت شايف ان انت عندك هنا ان انا اقدر استخدم النظام او اللي هو الاصدار. طبعا عندك هنا شات جي بي تي اللي هو 5.3 كودكس، عندك هنا شات جي بي تي اللي هو 5.4 وخلاف. كل حاجه اخرها كودكس عندها القدره انها تقدر انها تنشئ ملفات وتحذف ملفات وتعدل على ملفات. فيفضل ان انت تروح لاحدث اصدار اللي هو شات جي بي تي اللي هو 5.3 كودكس، اروح رايح عليه وابدا بقى ان يعني اديله المشروع اللي انا عايزه افتراضا. يعني طبعا المهم كله البرونت اللي انت هتكتبه هو اهم حاجه، بس تقدر تكلمه عادي بشكل طبيعي. انشئ لي برنامج لنظام ويندوز يكون بصيغه .exe، دي مهمه جدا، للتحكم في درجه الصوت الخاص بالكمبيوتر، وكمان التحكم في درجه سطوع شاشه الكمبيوتر مثل اللابتوب ولكن على الديسك
توب. حلو قوي. ده مبدئيا اللي انا هعمله، اروح جاي مديله انتر. طبعا اقدر اديله حاجات اخرى، يعني مثلا اخليه ايه، خليه مثلا وضيف في البرنامج فلتر اللون الازرق لاراحه العين مع امكانيه اني اتحكم في درجه سطوع اللون الاصفر. حلو قوي. اروح جاي مديله انتر. دلوقتي ده البرومبت اللي انا بالفعل ايه عملته. طبعا هنا بيقول لي اني انا للاسف هنا بيقول لي شات جي بي تي كودكس موديل is not supported when using codex which شات جي بي تي account. ايه العبط ده؟ ما انا لسه مستخدمه بقى اليومين. دي بقى مشاكل شات جي بي تي، ان انا بالفعل ايه للاسف وصلت لحدودي الاقصى. يعني حاجه عبيطه والله. انت فهمت الفكره؟ لو انت معاك حساب مدفوع عندك على شات جي بي تي هيكون مفيد جدا ليك. لو انت معاكش اذا هتروح عندك هنا على اللي هو التري. طيب ده برنامج الصراحه نفس الفكره يعتبر، بس من خلاله بقدر ان انا استخدم عده نماذج وهوريك دلوقتي. طيب دلوقتي يا سيدي انا هقول له الله. بعد كده طبعا اشوف ان انا عندي، لو انا مش مسجل اسجل حسابي هنا اهو. عملت عليه مشاريع كتيره جدا. فدلوقتي افتح حسابي باستخدام جوجل. دلوقتي انا محتاج اعمل مشروع جديد. طيب اعمل مشروع جديد ازاي؟ اجي هنا عندي على نيو ويندو. بعد كده طبعا او مره تانية نيو ويندو، تمام، فايل نيو ويندو. بعد كده اروح هنا جاي عندي على كرييت ا نيو بروجكت. ادوس هنا عندي على كرييت ا نيو بروجكت. بعد كده اروح هنا يعني رايح عندي على اللي هو الفايل ده. يعني اختار هنا عندي ديسكتوب، اعمل نيو فولدر وابتدي ان انا مثلا اخليه يا سيدي باسم 444 افتراضا. هي ارقامه خلاص سيلكت. وبعد كده طبعا اسمي البروجكت بتاعي مثلا تيست، تمام، او تيفا. انا مش كده كده تيفا كونفيرم. دلوقتي انا عملت المشروع بتاعي. هنا طبعا هتلاقي عندك ان انا دي وونت يس، تمام. هقول له تراست، تمام. يعني انا طبعا نقطه مهمه جدا، اقول له انا اثق في الفولدر ده. اروح جاي هنا طبعا اتراست عشان ايه ما يقرفكش بالرسائل اللي جايه بعد كده. بعد كده طبعا اختار عندي بقى اللي هو الايه الانظمه كلها زي ما انت شايف. بص عندي مجموعه من النماذج زي ما انت شايف اهو. عندي هنا اللي هو جيميناي 2.5 برو 3 فلاش مش عارف ايه ومليون حاجه تانية. طبعا عندي هنا اللي هو 5 اللي هو شات جي بي تي اللي هو 5.3 وعندي غيره. طبعا انا مثلا سيدي اختار عندي افتراضا نقول اختار عندي جيميناي مثلا برو زي ما انت شايف. هختار بعد كده طبعا اقوم جاي كاتب الوصف اللي انا عايزه. انشئ لي برنامج لنظام ويندوز يكون بصيغه .exe للتحكم في درجه الصوت الخاص بالكمبيوتر، وكمان التحكم في درجه سطوع الشاشه مثل اللابتوب ولكن على الديسكتوب. وضيف في البرنامج بس طبعا المهم ان البرنامج يكون بصيغه .exe. اروح جاي دايس انتر. وبعد كده هيبدا ان هو ايه يعمل لي المشروع بتاعه او ينشئ المشروع بتاعي. والحلو هنا ان هو بالفعل مجاني، بس طبعا لو انت تستخدمه بالنظام المجاني او بالحساب المجاني هيقعد معاك فتره طويله، لان مش انت لوحدك اللي بتستخدمه، انما انت بتكون في طابور. هنشوف مين اللي ليه الاولويه بيخش قبلك، حتى كمان صاحب الحسابات المدفوعه. فنبدا دلوقتي ان هو بالفعل ايه يعني هنبدا ان هو يعمل البرنامج او يبدا يصمم البرنامج. طبعا ممكن تجي لك رساله زي دي، كل اللي انت هتعمله عندك كلمه run، بس هو هنا انت بتدي له الامر ان هو يكمل في المشروع اللي هو بيعمله. طبعا هنا بيقول لك ان انت محتاج ان انت يعني تثبت اكستنشن. هقول له ماشي انستول اكستنشن. طبعا انا محتاج اثبت برنامج البايثون. هقول له تمام موافق. تمام. هو عباره عن اكستنشن يساعد في الشيء اللي انت بتعمله. زي ما انت شايف البرنامج اهو اتعمل عندي، يعني زي ما انت شايف اهو التفعيل عندي ابتدت اتحولت لاصفر. مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، خليني افتح لكم الكاميرا اهو. زي ما انتوا شايفين عندي الشاشه اتحولت للون الاصفر. لو انا جيت هنا عندي افتراضا قفلتها اهو زي ما انت شايف ده عندي البرنامج. وطبعا لسه ما خلصش، هو لسه بيعملها اهو. بس اجي هنا مثلا عندي على سطوع الشاشه، بص بيقلل بيرفع سطوع الشاشه. شايف طبعا هو عامل لي برنامج اخر ده للتجربه. التحكم في مستوى الصوت، تمام، نفس الفكره. وطبعا عندي لسه عشان ايه ده يعتبر لسه تجريبي لسه بيعمله، فلسه مش كل حاجه معموله. طبعا عندي هنا اللون الاصفر. بص مثلا اجي تفعيل اللون الاصفر، فاهم قصدي؟ هي دي فكره البرنامج. طبعا هو لسه بيخلص، فنكمل لحد او يعني ننتظر لحد ما يخلص لحد النهايه. دلوقتي عندي البرنامج خلص زي ما انتم شايفين. اجي افتحه او عندي البرنامج exe اهو زي ما انت شايف. وده طبعا الملف المساعد ليه. عندي هنا مستوى الصوت. بص عندي تحت هنا، ركز تحت هنا عندي بيرفع وينزل اهو زي ما انت شايف. تمام. مره تانية بيرفع بس بيقفل لوحده. بس انت شايف عندك مستوى الصوت بيرفع وينزل تحت ازاي. بص سطوع الشاشه، طبعا سطوع الشاشه انت مش هتلاحظه لان طبعا الشاشه في اثناء التسجيل بتكون ثابته، ده منطقي. بس انا وريتك في التليفون، تمام، ساعه ما انا صورت بالتليفون ازاي كان بيرفع وينزل. نفس الفكره عندك حمايه العين من الضوء الاصفر. يعني مثلا اقدر اتحكم في كثافه
اللون الاصفر ارفعه انزله وخلافه زي ما انت شايف. محتاج ان انا اقفله للاسف. هو هنا في مشكله ما، طبعا اقدر ان انا مع التواصل معاه وافهمه ايه المشكله ان هو يقدر يحلها. انا اقول له والله انا يعني لما بطبق اللون الاصفر ما بقدرش ان انا اتحكم فيه، فبالتالي محتاج ان انا اقفل كله وارجع اتفرج يعني وارجع يعني اقفله كله بعد كده ارجع اشغله تاني، فده مش منطقي. فانا مثلا ممكن اقول له ايه، انا عندي مشكلة لما اطبق ستايل الفلتر الاصفر، ما بقدرش اتحكم في اي شيء في الكمبيوتر بسبب انها بتكون عبارة عن طبقة فوق الشاشة، وده غلط. انا محتاج انه يكون مدمج عشان اقدر اتحكم في البرنامج والكمبيوتر، وكمان حسن الخط بتاع البرنامج واجعل تصميمه مميز واحترافي. حلو قوي، اروح جاي مديله انتر. وهكذا اي حاجه انت محتاج انك تعملها وتعدلها تقول له وتدردش معاه عادي. انت شايف ان الموضوع ممكن ما يكونش كويس معاك، تقدر تغير النموذج. يعني افتراضا انا بالنسبه لي الصراحه، وعشان اقول لك بكل صراحه احسن نظام انا استخدمته او احسن نموذج انا استخدمته في ان هو يكتب اكواد متعلقه ببرامج الاكس اي، كان عندي شات جي بي تي اللي هو ال 5.3 كودكس. بامانه انا بتكلم صراحه، رغم ان انا ما بحبش شات جي بي تي، ما بحبش شركه اوبن اي اي، بس هو الوحيد لما انا جيت جربت الموضوع ده معاه طلع لي بالفعل اني انا اقدر اني اعمل هذا الشيء بشكل جيد جدا. تمام، يعني طلع لي بالفعل برنامج بحقه حقيقي من غير برامج مساعده. هو يا طبعا جوجل بيعمله بشكل كويس. انا لو جيت نسخت البرنامج ده وحطيته عندي في اي جهاز كمبيوتر اخر هيشتغل عادي، مش هقولك لا. بس الفكره ان شات جي بي تي طبقها احسن، تمام، طبقها بشكل افضل من حيث التصميم، من حيث الكلين او التصميم الكلين، وحاجات كتيره صراحه عملها بشكل ممتاز. طبعا بقى تفضل تعدل معاه واحده واحده، تقول له ضيف مميزات، شيل مميزات، وهكذا. فهمت الفكره؟ دي الطريقه اللي انا بعملها باستخدام الاي اي. يعني انا قدرت اصنع برنامج بالاي اي. طبعا انا سبب ان انا اعمل البرنامج ده كمان اللي انا كان عندي بالفعل مشكله ما في عيني، وهي ما زالت عندي، يعني ان انا عندي حساسيه من الضوء الشديد. فاي حاجه ضوء شديد بيجي على عيني بيعمل لي صداع، وكمان ما بقدرش اشوف كويس وبحس بدوخه، فبهدله بعيد عنك. فانا بالفعل كان شاشه الكمبيوتر بتسبب لي مشكله، فانا عملت البرنامج ده عشان اقلل درجه سطوع الشاشه، وكمان اضيف فلتر ازرق زي اللابتوب بالظبط. خلينا ننتظر ونشوف هيطبقها ازاي، وبعد كده نختم الفيديو. بص دلوقتي مستوى الصوت، سطوع الشاشه، اللون، تفعيل. بص دلوقتي اقدر اتحكم. شفت دلوقتي طبقت اهي. بص، طب والله كويس، لا حقيقي كويس جدا، عجبني بامانه. زي ما انت شايف التعيين افتراضي، وسطوع الشاشه، والتحكم في مستوى الصوت، لوحه تحكم النظام. اقدر بقى يا سيدي ان انا اقول له حلوه قوي، مثلا افتراضا اقول له جميل يا عم الحاج، مثلا اجي هنا عندي اقول له جميل يا حاج، انا مثلا عايز اغير اللوجو الخاص بالبرنامج لاي لوجو اخر، مثلا اسمي البرنامج كذا، اضيف عليه كذا، اعمل عليه كذا، وهكذا. بس ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، عشان ان شاء الله اللي جاي حلو قوي. بس الواحد بيحب ان هو يركز في العشر الاواخر من رمضان، يعني اسال الله ان يجعلنا ويجعلكم من العتقاء من النار، اللهم امين. يلا، شكرا على خير باذن الله، فيديو جديد ومع السلامه.